ممكن تعتبريني زي والدتك يا دكتور وتنصحيني؟ أنا ابني متجوز فوري، وكل يوم مراته بتنزل الصبح تساعدني في شغل البيت، وبعدين تطلع تقعد في بيتها وما بترضاش تنزل تقعد معايا تاني. ابني بيجي من الشغل بيفضل قاعد معايا وسايبها وقاعد معايا لحد ما يطلع ينام، وأنا متغاظة منها جدا، حاسة إن هي شايفة نفسها عليا وعلى ابني، ما بترضاش تنزل تقعد معانا ليه؟ أنا قلت لابني يطلقها، وهو قال لي يا ماما هتاخد العفش وأنا مش هقدر أفرش تاني وأعمل بيت تاني. فأنا فكرت يا دكتور إن هو يتجوز عليها بنت خالته، وهي لما تعرف إن هو اتجوز عليها هتطلب الطلاق. هو أنا كده تفكيري صح ولا غلط؟ هو أنت جاية تسأليني؟ ده ظلم يا حبيبتي. أعتبرك زي والدتي إيه؟ أنا كنت خنقت والدتي لو سألتني في حاجة زي كده والله. ده ظلم. اتقوا ربنا يا جماعة في ولاد الناس شوية. اللي ما ترضيهوش لبنتك ما ترضيهوش لبنات الناس. انتي لو بنتك جت وحكتلك اللي انتي بتقوليه ده، انتي هتعملي ايه؟ المشكلة يا جماعة ان احنا بن بنطالب الناس بحاجات، ولو حاجة تخصنا نقول لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش بنتنا تعمل كده، لكن مرات ابنها تعمل كده، تنزل وتقعد وتسيب بيتها وحياتها. أكيد يا حبيبتي تفكيرك غلط، واتقي ربنا علشان ربنا هيحاسبك على تفكيرك ده.